بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. وفي فيديو اليوم هنعرف الفرق ما بين السترينجر اند ويف ويلد بيد. والموضوع باختصار ان التعريفين دول بيعبروا عن حركة ايد اللحام اثناء عملية اللحام نفسها. يعني ممكن اللحام يمشي بسرعة وبشكل مستقيم او ستريت بدون اي حركة ترددية او حركة عرضية، وفي الحالة دي بنقول على الوضعية ديت بنقول عليها السترينجر بيد. وفي حالة تانية ان اللحام بيمشي بحركة ترددية مع الحركة الطولية، وفي الحالة دي بنقول عليها ويف ويلد. طب ازاي؟ قال لك زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. هتلاقي الشكل الاولاني اللي هو شكل السهم الستريت اللي ماشي عدل بطول اللحام بدون اي حركة ترددية عرضية، وفي نفس الوقت بيمشي بسرعة. الحركة دي زي ما قلنا بنقول عليها السترينجر ويف ويلد بيد. اما الشكل التاني اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة هتلاقوا خطوط عاملة زي الزجزاج. ليه زي الزجزاج؟ لانه بيمشي بطول اللحام، بيمشي بحركة ترددية او حركة عرضية واخدة الجروف بتاع اللحام من اليمين للشمال. تمام كده؟ بنقول على الحالة دي او الوضع ده بنقول عليه الويف ويلد بيد. تعالوا بقى في خلال الدقايق اللي جايه نعرف ازاي ان الويف ويلد او السترينجر ويلد ازاي بيطبقوا في حالات او في اوضاع اللحام المختلفه. لو جينا نشوف اول وضع معانا وهو الوضع الفلات بوزيشن او الوضع اللي بنقول عليه البي اي، هتلاقوا الباص الاولاني اللي هو بنسميه دايما يا جماعه، خدوها بقى قاعده كده في مجال اللحام او في علم اللحام، اول باص بنعمله بنقول عليه اللي هو الروت باص. تمام كده؟ وتاني باص بنعمله بنقول عليه الفيل رن او الفيل باص اللي هو باص الملو. يبقى الاولاني اللي هو الروت باص اللي بنقول عليه الباص الغرز، بالبلدي بنقول عليه الغرز. والباص الثاني اللي هو الفيل رن وبنقول عليه الباص بتاع الملو. وثالث باص بنقول عليه اللي هو الكاب ده يا جماعه اللي هو التغطيه بتاعت اللحام اللي هو الباص الاخير. يبقى احنا عندنا روت باص والفيل رن والكاب رن. الروت باص اللي هو باص اللي هو الغرز، الفيل رن اللي هو باص الملو، والكاب رن اللي هو الباص بتاع الكاب اللي هو الفاينل. يبقى نرجع تاني للوضع اللحام بتاعنا اللي هو الفيلت ويلد ان فلات بوزيشن اللي هو البي اي. بنعمل اول باص اللي هو الروت باص بنعمله اللي هو على شكل السترينجر بيد. تمام كده؟ طيب الباص الثاني اللي هو الفيران قال لك برضو بنعمله على شكل السترينجر بيد. طيب الباص الثالث الاخير اللي هو الكابران قال لك برضو بنعمله سترينجر بيد. ليه يا جماعه بقى؟ لان في الحاله دي انا مش محتاج اي حركه تردديه او حركه عرضيه، انا بس عايز املى اللحام بتاعي. فباص اللحام اللي هو البيد ويلد بيبقى كافي تماما ان انا املى الباص بتاعي او الوضع بتاعي عشان اجيب تخانه اللحام المطلوبه. لو جينا بصينا على وضع اللحام الثاني اللي هو الفيلت ويلد هوريزونتال اللي هو البي بي، وده يا جماعه الوضع السائد او الاغلب او المشهور في عمليات الستيل ستراكشر. يعني مثلا لما يكون عندك جاست بليت مراكبه على كاميرا، او عندك ستيفنر راكب على كاميرا، او عندك بيز بليت راكبه على كاميرا، اغلب الاوضاع اللحام او الوضع السائد هو الوضع ده اللي هو الفيلت ويلد هوريزونتال اللي هو البي بي. اول حاجه بتعملها او التكنيك بتاع اللحام لما تيجي تدي الباص اللي هو الغرز اللي احنا قلنا الروت باص بتعمله بالتكنيك اللي هو السترينجر بيد. طيب لما تيجي تدي باص اللحام اللي هو الملو اللي هو الفيران برضو بتعمله بالتكنيك اللي هو السترينجر بيد. طيب الكابران قال لك برضو
بتعمله، او الباص الاخير بتعمله برضو بالسترينجر بيد. طب ليه انا بعمله باص فوق التاني فوق التالت؟ قال لك عشان انت تجيب تخانه اللحام اللي هي او سمك اللحام المطلوب. زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، هتلاقوا الباص الاولاني اللي هو باللون الاحمر اللي هو الروت باص، اللي هو في الوضع اللي هو التكنيك بتاعه السترينجر بيد، وهتلاقوا الباص الثاني اللي هو الاخضر اللي هو باص الملو اللي هو الفيل رن اللي هو بالاخضر. وبعد كده اللي هو الثاني والثالث، وبعد كده هتلاقوا الرابع والخامس والسادس اللي هو باللون الازرق برضو شغال بالسترينجر بيد، وعشان يطلع اللي هو الباص الاخير اللي هو الكاب رن. وزي ما قلنا انت بترص باصات فوق بعضيها عشان تحقق تخانة اللحام اللي هي المطلوبة. لو جينا انتقلنا لوضع اللحام الثالث اللي هو الفيلت ويلد ان فيرتيكال اب بوزيشن، واللي بنقول عليه اللي هو البي اف. والوضع ده يا جماعه هتلاقوه نادرا لما بيبقى موجود في صناعه الستيل ستراكشر. الوضع ده عشان تلحم فيه او تحقق عمليه اللحام المطلوبه، انت ما بتمشيش بقى بالوضع اللي هو السترينجر بيد، لا انت بتمشي بالوضع الثاني اللي هو الويف ويلد. تمام كده؟ او الويف بيد. زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشه، هتلاقوا الويف ويلد اللي هو الحركه التردديه هتلاقيها واخده اكتر من شكل. الشكل الاولاني اللي هو التريانجل ويفنج، تمام، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، اللي هو الوضع المثلثي، يعني انت بتتحرك حركه تردديه بشكل مثلثات. والوضع المثلثي ده بيبقى منه نوعين، نوع اللي هو مفتوح، انت بتحرك حركه ايد اللحام بيتحرك حركه تردديه مفتوحه في شكل مثلثات زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشه. والوضع الثاني اللي هو برده التريانجل بس من نوع اللي هو كلوزد، اللحام بيتحرك حركه تردديه في شكل مثلثات بس بتبقى مقفوله. تمام كده؟ طيب الوضع اللي هو التريانجل المثلثي سواء اوبن او كلوزد انا بستخدمه في حاله ايه؟ قال لك والله انت بتستخدمه في حاله الروت فيلت ويلد او باص اللحام اللي هو الغرز. تمام كده؟ اللي بنقول عليه اللي هو الروت ويلد. طيب النوع الثاني من انواع الويف ويلد او الويف باترن ويلد، تمام، بيبقى في شكل ترددي زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. طب انت بستخدم الوضع ده؟ قال لك انت بتستخدمه في الوضع اللي هو الفاينل او في وضع الكاب. يبقى الموضوع تاني باختصار، في وضع الفيلت ويلد ان فيرتيكال اب بوزيشن انا ما بستخدمش نهائيا اللي هو السترينجر بيد، لا انا بستخدم الويف ويلد في الوضع الترددي بحالته الاثنين اللي هو التريانجل والحاله الثانيه اللي هي المفتوحه، سواء بقى كانت اوبن او كلوزد. تمام كده؟ تمام. طيب لو انتقلنا للوضع الرابع من اوضاع اللحام اللي هو البات ويلد ان ويلدنج ابورد بوزيشن، هو نفس الحاله بتاعه الوضع الثالث اللي اتكلمنا عنه في الدقيقه اللي فاتت اللي هو بيترمز له بالرمز بي اف، بس المره اللي فاتت كان نوع اللحام اللي هو الفيلت ويلد، اما المره دي نوع اللحام اللي هو الجروف ويلد. وده مش هيفرق معانا لانهم هيبقوا نفس المسمى اللي هو البي اف، لان كده في الحالتين هو بيلحم على الطالع او بيبدا من تحت لفوق. تمام كده؟ طيب في حاله الجروف ده او في حاله البات ويلد ده لما يجي يلحم هيلحم بأني طريقه؟ قال لك هيلحم بالتكنيك اللي هو الويف ويلد. تمام كده؟ طيب الويف ويلد عندنا منه شكلين. تمام كده؟ في حاله ايه بقى؟ في حاله الجروف، وبعيد تاني، او في حاله البات ويلد هيتحرك حركه تردديه زي ما هو واضح في الشكل اللي قدام حضراتكم. تمام؟ في اللي هو في الباص اللي هو الغرز اللي بنقول عليه الروت باص، وفي حاله الباص اللي هو الفيل لاير، او في حاله الباص اللي هو الملوى هيتحرك حركه تردديه زي ما هو واضحه قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. اما في حاله الفاينل باص او الباص النهائي هيتحرك برضو حركه تردديه او ويفنج زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. لو انتقلنا بعد كده للوضع الخامس من اوضاع اللحام اللي هو الفيلت ويلد ان اوفر هيد بوزيشن اللي هو البي اي، والوضع ده يا جماعه نادرا جدا اما بيستخدم في صناعه الستيل ستراكشر. وهتلاقوا الوضع اللحام ده بيتكون من الاتي: الروت باص اللي هو الباص الغرز اللي هو متلون باللون الاحمر متاخد على شكل سترينجر بيد،
والباص التاني اللي هو الطبقة الأولى أو الفيل لاير اللي هي طبقة الملو متاخد برضو على باصين، تمام كده، باللون الأخضر الفاتح ومتاخد في صورة سترينجر بيد. والباص التالت او الباص التاني من الفيل لاير اللي هي بالاخضر الغامق متاخده برضو على باصين في صوره سترينجر بيد. طيب الباص الاخير اللي هو الكاب لاير اللي هو الباص النهائي متاخد على 3 باصات في صوره سترينجر بيد. وفي حاجه بقى عايز ارجع بيكم بيها للذاكره عشان نربط الامور مع بعض، وكنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، وهو الفرق ما بين الرن واللاير. لو جيتوا تشوفوا اللاير اللي هي باللون الاخضر الفاتح عباره عن باصين، كل باص من دول بنقول عليه رن. طيب الاتنين رن مع بعض بيكونوا لاير. ونفس القصة في الطبقة التانية من الفيل لاير اللي هي اللون الاخضر الغامق، هتلاقوها برضو متكونة من باصين او من 2 رن، والاتنين رن دول مع بعض عاملين 1 لاير. ونفس القصة برضو للباص الاخير من الكاب لاير، هتلاقيه متكون من 3 باص او من 3 رن وعامل 1 لاير. وده بيظهر او بيبين الفرق ما بين الرن واللاير اللي كنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. انا حبيت بس انوه للنقطة دي عشان نربط الامور مع بعضها. لو جينا انتقلنا للوضع السادس من اوضاع اللحام اللي هو الفي بات ويلد ان هوريزونتال بوزيشن اللي هو البي سي، وده يعتبر برضو يا جماعه وضع شائع بصوره كبيره جدا في صناعه الستيل ستراكشر. لو جينا استعرضنا الشكل ده او الوصل ده، هنلاقي الروت باص اللي هو باللون الاحمر عباره عن باص واحد او رن واحد ومتاخد في صوره سترينجر بيد. ولو جينا استعرضنا بعد كده اللي هي الباص الثاني او الطبقه الاولى من الفيل لاير او طبقه الملو اللي هي باللون الاخضر الفاتح، هتلاقوها عباره عن 2 رن ومتاخدين برضو في صوره سترينجر بيد. لو جينا بعد كده استعرضنا الطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه من الفيل لاير اللي هي باللون الاخضر الغامق، هتلاقوها عباره عن 3 رن ومتاخده برضو في صوره سترينجر بيد. لو جينا بعد كده استعرضنا الطبقه اللي بعد كده اللي هي باللون اللي هو البني الغامق ده، هتلاقوها برضو عباره عن 3 طبقات، تمام، او 3 رن متاخدين في صوره سترينجر بيد. ونفس القصه في الباص الاخير اللي هو الكاب لاير، عباره برضو عن 3 رن او 3 باصات في صورة سترينجر بيد. وطبعا واضح في الشكل قدام حضراتكم دلوقتي ان كل لون تمام كده بيمثل لاير، يبقى كل لون بيمثل لاير، وكل لاير عبارة عن عدد من الرن او عدد من الباصات. يعني الاحمر بيمثل لاير، تمام، اللي هو الحمراء، واللون الاخضر الفاتح بيمثل لاير بس عبارة عن 2 رن، والاخضر الغامق نفس القصة بيمثل 1 لاير، تمام، بس ب2 رن، والبني الغامق بيمثل 1 لاير بس ب3 رن، والازرق اللي هو الكاب الاخير بيمثل 1 لاير بس ب3 رن او 3 باصات. كده احنا ربطنا الامور ببعضيها، تمام، في اوضاع اللحام والتكنيك بتاع اللحام اللي هو السترينجر والويف ويلد، وكمان ربطنا الفرق ما بين الرن واللاير اللي كنا اتكلمنا عنهم في الفيديوهات اللي فاتت. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.